السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبأحسن حال يا رب، اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده بقى عندنا عزومه يا ولاد. بصوا بقى، حماتي الله يرحمها، كنا ذابحين يعني خروف ومعزه. تمام، فطلعناها لله، بس احنا اخدنا بقى الفرشه والكرشه ولحمه الراس والحاجات دي كلها. فطبعا احنا عندنا جزء بياكل الحاجات دي وجزء مش بياكل، فانا الجزء اللي مش بياكل ده عملت لهم فراخ مشويه، وهتشوفوا مع بعض احنا هنعمل ايه. بس اهم حاجه لازم تدعوا لها بالرحمه، هي وموتانا موتى المسلمين يا رب العالمين، اللهم ارحمهم رحمه واسعه. حطوا اللايك بقى بعد اذنكم. بسم الله نبدا. دي اول حاجه، احنا شوحنا الفشه والكرشه ومعاها قطعه صغيره من لحمه الراس بمعلقه فلفل اسود كده، وغطيتها وسبتها على النار. تمام. دي بقى احنا عندنا خروف ودماغ، راس خروف وراس معزه. احنا خدنا واحده كسرناها، والتانية هشوحها عشان انا عايزه اعملها تورلي، زي طريقه التورلي كده في الفرن، بس لازم اسلقها الاول. تمام. هنا بقى كنت بجهز البصلايه بتاعتنا بتاعه الفشه والكرشه. بصلايه متوسطه، تبلتها كويس جدا وقلت بقى ان انا يعني احط كل حاجه على عين، بحيث ان انا اخلص مره واحده. تمام. العين بتاعتنا حطيت عليها العين الكبيره ديت، كنت حاطه عليها لحمه الراس، راس الخروف. عملتها شوربه عاديه جدا، شوحتها بس اهم حاجه عشان تاخد صدمه، وحطيت عليها ملح وفلفل اسود وبصلايه وطماطم زي ما انتم شايفين، ميه، وغطيت عليها وسبتها تبقى شوربه يعني. تمام. هنا البصلايه بتاعتنا بقى حمرها كويس جدا، وبعدين جبت بقى راس توم، ومعاها فلفل اسود وشويه كمون واتضربوا طبعا في الهون، ضربتهم كويس جدا. تمام. عشان بعد البصله بتاعتنا بتاخد التشويحه الجامده، هقوم نازله عليها. تمام. انا ايدي فيها ومعليه النار عليها، واحط الدهنه طبعا بتاعه الخروف عشان تدي التست بقى وتخليه عالي كده. تمام. بس ايدي في الحاجه مش بسيبها خالص، هفضل بقى شغاله على الثلاث عيون. تمام. دي بقى اللي انا ضربته، الثوم والبهارات اللي انا ضربتها في الهون يعني وكده. هشوحها برده كويس جدا مع البصله، بس لازم البصله تتشوح كويس جدا الاول. تمام. هفضل بقى اقلب فيها لغايه ما اطلع عينيها. ايوه، لازم نطلع عينيها. بص ما شاء الله اللهم بارك. في اللحظه دي بقى احنا ضربنا بقى شفشق طماطم في الخلاط، شفشق محترم كده ابن ناس، ونصفيه كويس جدا عشان الطماطم انتوا عارفين اليومين دول فيها لحم كتير، ما فيهاش لحم كتير، فيها قشر كتير وبذر كتير، فاحنا لازم نصفي كويس جدا. تمام. بصي بقى في المرحله دي انا هنزل بالطماطم بتاعتنا. تمام. عشان تتسبك تسبيكه عاديه قبل ما احط الفشه والكرشه بتاعتنا. تمام. انا عايزه اقول لكم ان احلى حاجه كانت مطعمه صراحه الفشه والكرشه، هي قطع اللحمه اللي هي الصغيره اللي كنت حطاها فيها، كانت مخليها طعمها حلو قوي صراحه، وبالف هنا طبعا. حطوا اللايك بقى. كل شويه هقول لكم حطوا اللايك، لا ما تزعلونيش وحطوا اللايك. بص ما شاء الله الطماطم كنت منقيه طماطم حمرا عشان تخليها حلوه، عشان لحمه الخرفان. الفشه والكشه بتاعت الخرفان والمعيز بتبقى غامقه، بتغمق الحاجه، مش زي التانية بتاعت الجواميس يعني. المهم حطيت بقى ملح وسبع بهارات وفلفل اسود. حطيتهم بقى تاني، دول غير اللي احنا دقيناهم في الهون. نيجي بقى للتورلي بتاعنا. قطعنا بصل شرايح وطماطم، بصل قطع صغيره مكعبات، ومعانا طماطم برضو، وشويه بسله وفلفل اخضر اكيد لازم يكون حراق. البهارات بتاعتنا بقى حطينا ورق لورا وفلفل اسود وكمون، لا ما حطيتش كمون، حطيت 7 بهارات. تمام. واهم حاجه بقى نفركهم كويس جدا مع بعض. اقعدي بقى افركي، بصي يعني لغايه ما تشمي كده كل حاجه بقت حلوه مع بعض. تمام. البسله بتاعتنا بقى زودت كمان شويه بسله عشان تخلي طعمها حلو. حاضر يا لالا هاكلك بقى. فالمهم حطيت بقى كوستين زي ما انتم شايفين، وجزرايه. ماشي يا لالا. طبعا سبكت زي ما انتم شايفين كده وبقت جميله. هننزل بقى بالخضار بتاعنا عليها، الفشه والكرشه
ولحمة الراس. هنقلب كويس جدا قبل ما نحط الايه المية، لازم تتشوح كويس جدا. تمام. هنحط بقى المية بتاعتنا، نغطي عليها ونسيبها كده. احنا ايه غطيت على خلصت يعتبر يعني الى حد ما، خلصت لحمة الراس. الراس بتاعتنا السلق وغطيت عليها وسبتها برضو. وهنا برضو الخضار بتاعنا اهوت، هوطي عليه برضو وهسيبه عشان اكمل بقية الخضار. تمام. قرن الفلفل ده بقى ايه بيدي تيست عالي قوي، ده كان حراق. هي بتبقى محتاجة حاجة كده ايه يعني حرشة بمعنى اصح. بصوا ما شاء الله، هنا خلاص هتبدأ بقى تدخل في الغليان، فنقلتها على نار عالية علشان النار دي كانت هادية. هنا بقى بصوا حطيت الخضار كله معاه ربطة شبت. تمام. هقلب بقى كويس جدا، واخدت كام حتة دهنة كده من ايه من بتوع الخروف. تمام. وقلت اقلب كويس جدا عشان انا خلاص بقى كانت الراس دخلت في مرحلة التسوية، فهطلعها عشان احطها واحطها ايه بقى. انا كنت بعمل الاكل اصلا من بالليل يعني، فقلت ان انا اخليها تستوي في الفرن. وبكره ان شاء الله هقوم مدياها بقى ايه غلوه بسيطه، اللي هي الغلوه النهائيه ديت، عشان تكون سخنه ولذيذه. تمام. حطيت بقى ورق اللورة بتاعنا، ورحت موسعه لها كده مكان عشان احطها فيه ورحت بقى ايه مغطياها بورق الفويل عشان ادخلها الفرن بتاعنا. بس لازم ايه احط شويه شوربه عليها، الشوربه دي بتاعتها يعني، ما بستخدمش الشوربه دي في اي حاجه خالص غيرها هي بس. حطيت حوالي ربع الصينيه كده، علشان اصلا كده كده الخضار بينزل ميه بتاعته. فكل شويه بقى لازم نفتح عليها ونبص عليها، لو محتاجه شويه بنزودها عشان الكوسه بتاخد طياب. مش الكوسه بس، الخضار عموما يعني بياخد طياب. تمام. فكان لازم ان انا ايه بقى ابص عليها كل شويه. بصوا بقى تعالى عشان انا عايزه اعمل شويه خضار بسله. نعم يا لولا. حاضر يا لولا هشربك. قلت بقى احط شويه عظم عشان اللحمه ديت انا هحطها في البسله وكمان احنا عندنا اطفال محتاجين شوربه، فهي مش هتديني شوربه، فانا كان لازم ان انا احط كام عظمه معاها علشان خاطر تديني ايه شويه شوربه يعني. تمام. فقلت اسلقها الاول نص سلقه، اخد الشوربه بتاعتها. ده شطور. نعم. ماشي لولا. واحط بقى البصل بتاعها والطماطم وكل حاجه وشويه فلفل اسود. ماشي لولا. شويه فلفل اسود واغطي عليها اول ما تغلي، عشان انا كنت شايله الريم بتاعها البني اول ما خدت غلوه كده بسيطه قبل ما احط الخضار. تمام. مجرد ما تغلي برضو هوطي عليها وهسيبها. تمام كده ماشيين خطوه خطوه مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حطيتوا اللايك ولا لسه؟ بصوا بقى انا عايزه اقول لكم ان العرق ده انا بعشقه جدا. كان عندي شويه اصلا عظم مع شويه قراقيش، فلقيت ديدا بتقولي يا ماما انا عايزه اكل القراقيش والعرق ده. هو مش دايما بيجي اصلا مع اللحمه، لا يعني نادرا جدا لو جت حته كده او حتتين. فلما لقيتهم صراحه قلت هعملهم لها عشان ايه هي بتحبهم يعني وكده. هنا كان خلاص بقى غطيت عليها عشان تغلي براحتها، وقلت بقى ندخل على لحمه الراس على طول. تمام. هي مش كتير بس يعني ايه يعني قلنا برضو ايه نعمل بالليل برضو ايه الحاجه كده ونخلص منها. شوحنا بصلايه حمرتها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، وحطيت معلقه صغيره 7 بهارات. تمام. وحطيت فلفل اسود. تمام. حطيت بقى حته دهنه صغيره برضو عشان تعلي التست شويه، لان انا كنت سلقه لحمه الراس ديت قبل ما احطها هنا، عشان كنت عايزه اخلص بسرعه، كان اليوم خلاص خلص بالنسبه لي، ودي كانت اخر حاجه قبل المكرونه يعني. قلت بقى اخلص اللي على البوتاجاز بسرعه عشان ايه اخلص على طول. طبعا ضربنا طماطم في الخلاط وصفيتها كويس جدا عشان دي هتاخد تشويحه، تشويحه بتسبيكه بمعنى اصح يعني. يعني ايه تشرب شويه كده واقوم حاطه الميه بتاعتها شويه صغيرين. تمام. هي هتبقى ايه سهله وبسيطه، بس صراحه كان طعمها جامد، كان طعمها حلو قوي. الاكل كله عموما والله كان لذيذ، وكفايه اللمه
بتاكل يعني بمعنى اصح، وان هما كمان بيحبوا الحاجات دي. الفراخ بقى كان عندي بقى ايه، جزء كان فاكك والجزء التاني ما كانش فاكك، فانا قلت ايه، ادوبه في شويه ميه عشان يفك بسرعه. وحطيت بقى ليمون ودقيق، ولازم اغسل الفراخ كويس جدا عشان خصوصا لما تكون الفراخ لسه مدبوحه، مش بتبقى متنضفه كويس. فقلت بقى ايه، يعني سيبها في الميه شويه عشان ايه، لو فيها اي حاجه تنزل تمام، وخصوصا الزفاره والحاجات الوحشه دي. هنا بقى ايه، كنت بجهز للبسله. البسله بتاعتنا قطعت بطاطس، قطعت بصل تمام، وشوحته كويس جدا مع حته دهنه وشويه زيت كده محترمين، عشان انا هعمل كيلو لحمه وهعمل بسله فقط لا غير، مش هحط معاها جزر ولا هحط معاها بطاطس، لان انا عندي كذا صنف، فمش عايزه حاجه صراحه يعني الدنيا حر، مش عايزه حاجه تتفضل من الاكل يعني تمام. والحمد لله الحمد لله فضل ونعمه، كل حاجه اتاكلت، ما فضلش اي حاجه غير شويه حاجات بسيطه بس مش اكتر. المهم ايه، قعدت اشوح فيهم كويس جدا لغايه ما البصله بتاعتنا هتاخد لون ذهبي كده، عشان انا ايه، هاخد اللحمه بتاعتنا اشوحها برضو تشويحه قبل ما احط البسله تمام، عشان ديت واخده نص تسويه. هسيب برضو ايه النار هاديه عشان الشوربه بتاعتنا خفيفه لسه. فقلت بس عشان اللحمه بتاعتي ما تتهراش مني، هاخد هاخد منها بس ايه اللحمه واشوحها وكده كده انا ايه، النار زي ما هي تمام. هنزل بقى بالبسله بتاعتنا عشان تاخد تشويحه هي كمان مع ايه، مع اللحم تمام. بصوا انا مقطعه قطع صغيره خالص، بحيث اللي ياخد قطعه ما تبقاش كبيره يعني، اللي هي الخضار بيتعمل معاه قطع صغيره مش قطع كبيره تمام كده. بس كان طعمها روعه بجد حقيقي، كان طعمها جميل جدا. ما شاء الله بألف هنا وشفا. تحس ان انتوا بتعملوا اكل افراح كده. المناسبة برضو فعلا بتفرق والله، لما بتعملوا اكل ليكوا غير لما بتعملوا كميات كده. واهم حاجة تعملوها بنفس عشان الحاجة تطلع جميلة كده وفيها بركة. هنحط بقى ايه الخضار بتاعنا. البسلة كنت بغسلها، ولو فيها اي حاجة انا كده كده اصلا بشيل الخضار مغسول الحمد لله، بس برضو ايه، انا كنت مطلعاها من الفريزر، فانا قلت اشطفها بشوية مية صغيرين كده واصفيها عشان كانت متلجة تمام. بصوا ما شاء الله اللهم بارك لونها عامل ازاي. انا بشيلها زي ما هي، ما بحطش ميه سخنه عليها ولا بحط اي حاجه، بشيلها في الفريزر بعد ما يعني بفرطها واحطها في اكياس وبطلع على قد تمام. ده كان كيس ما شاء الله كان حوالي كيلو ونص كده او حاجه. حطيت بقى فلفل اسود عليه، وايديك فيها على طول ما تسيبيهاش، لازم تشوحيها كويس جدا تمام. معانا بقى نص معلقه سبع بهارات وورق لورا، وقلب بقى تشويح يعني. انتي خلي ايدك دايما في الحاجه ما تسيبيهاش تمام، لان النار عندي عاليه، عشان التشويح ده بيبقى على نار عاليه، ما بيبقاش على نار هاديه ولا حاجه. انتي مش هتسوي، لا انتي بتشوحي تمام. شايفيني اصلا بتغلي ازاي. عملت بقى الطماطم بتاعتي، كنت ضرباها في الخلاط ومصفياها، وحطيت طماطم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انا عايزه اقول لكم الريحه تجنن بجد والله العظيم. شايفين الوان الخضار اللون عامل ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. ما كنتش لسه حطيت ميه، هي بس كل ده على شفشق الطماطم. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين يا رب العالمين. هرجع اقول لكم ان الاكل ده معمول على روح حماتي الله يرحمها. اتجمعنا كلنا، كل واحد واولاده، علشان نبقوا ايه يعني، نترحم عليها يعني بمعنى اصح. وهي كانت دايما الله يرحمها كانت بتحب تجمعنا يعني. هنا بقى الفراخ بتاعتنا كنت غسلتها كويس جدا، والصدور عموما والاكتاف كنت بقطعها بالسكينه عشان انا هتبلها ليله كامله. وكنت عامله ما شاء الله اللهم بارك، كنت عامله كميه. هنا بقى كانت المكرونه بتاعتنا كنت عملتها، انا عملتها كذا مره معاكم. ما تنسوش تحطوا اللايك ها. بجد والله العظيم انا بحبكم جدا، عشان كده دايما بفكركم باللايك تمام. البشاميل بتاعنا بحط تلت وتلتين ميه سلق المكرونه واللبن. بحط بقى اي جبنه عندك حطيها، يعني جبنه موزاريلا، جبنه شيدر، جبنه مثلثات تركي اللي انت عايز تحبيه
اللي انت بتحبيه حطيه. تمام. دول بقى ايه، انا هعمل مقدار كيس ونص مكرونه. عملت عليهم من 7 ل8 معالق على نار متوسطه طبعا، نار هاديه ولا ايه. من 7 ل8 معالق دقيق. تمام. بس ايدي على طول المضرب شغال، لاني انا مش بضرب في خلاط ولا بعمل هاند بلندر. لا، انا بحب اعمل بالطريقه دي، ومش بحب ان انا اعمل السمنه مع الدقيق. لا، انا بحب اعملها كده وكله يبقى سائل مع بعض. شايفين ما شاء الله، حرفيا مش بتاخد وقت خالص. ما شاء الله. اول ما توصل للمرحله دي انا بطفي عليها، وبعدين احط معلقه سمنه فلاحي. لو ما عندكيش ممكن تحطي زبده عادي، مفيش اي مشكله. لو ما عندكيش ممكن ما تحطيش عادي، بس هي المعلقه دي بتفرق صراحه، بتخلي طعمها حلو قوي. تمام. هنا بقى خلاص كنت طفيت عشان احط معلقه السمنه، وهجيب بقى القالب بتاعنا عشان احطها على طول. ده كان تاني يوم، يعني كان خلاص بقى يوم العزومه الصبح. كنت بجهز بقى ايه المكرونه. المكرونه طبعا ما ينفعش تعمل من بالليل، دي الحاجه الوحيده ما ينفعش تعمل من بالليل. حطيت معلقه السمنه وهقلب برضو، مجرد بس ما تسيح انا هجيب القالب بتاعنا البايركس واشتغل على طول. تمام. جبت بقى المكرونه، حطيت فيها يعني شويه صوص البشاميل، وقلبت بقى ايه الفراخ كلها لان كنت هعمل جريسكو. قلبت الفراخ كلها ورحت مفضيه شويه بشاميل في القعر كده زي ما انتم شايفين، ونزلت بالمكرونه عليها والبشاميل عليها، وطبعا الفرن كان شغال. يعني ايه دفيته شويه قبل ما احط الجبنه الموزاريلا عليها، كنت مشغله الفرن يعني. حطيت بقى ايه، رصيت. انا بحب ارصها كلها جنب بعضها عشان تبقى طالعه كلها لون واحد. بصوا ما شاء الله، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. انا بحب اعملها كده صراحه، بتطلع تحفه. في ناس بقى ايه بتحب تاكلها، بتحب تاكلها سخنه، بتبقى جوسي كده وقمر. شايفين ما شاء الله، اللهم بارك، قمر قمر. انا عايزه اقول لكم والله العظيم فرحتي بيهم يعني ما تتوصفش بجد. يعني اللهم بارك، اللهم ديمها نعم علينا يا رب، ونفضل دايما متجمعين مع بعض كده، اللهم امين. اللي وصل لغايه هنا ما تنسوش بقى ايه تدعموا القناه عشان يوصل لكم كل جديد. هنا بقى كنت حطيت الاكل وما عرفتش اصور، انا صورت على قد ما اقدر والله. بحبكم في الله، واتمنى تدعموا القناه وتحطوا اللايك بعد اذنكم. هنا بقى بصوا ما شاء الله، اتفرجوا بقى براحتكم. إيه ده علاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا علاء الكبير مش علاء الصغير. مع السلامه.